بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين ان شاء الله. النهارده جايين مع بعض نجرد الفريزر وننضفه ونشوف ان شاء الله لمشتريات، يعني نأهله لمشتريات شهر 7 من اللحوم طبعا او الفراخ او اي تفريزات ان شاء الله ان كان لنا نصيب وعمر في الدنيا، او تفريزات لرمضان ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف الخير اللي سايبه لنا لعيد الاضحى في الفريزر. هو طبعا ما فيش لحمه الحمد لله، ربنا يرزقنا ويرزقكم من واسع فضله وكرمه يا رب. هي الحاجات اللي معانا. تعالوا اوريكم انا اللي فايض عندي ايه من العيد الاضحى، وايه التفريزات اللي انا شايلاها لرمضان، وايه التفريزات اللي شايلاها من رمضان اللي فات. وان شاء الله مع بعض كده هننضف كده الفريزر ونعمل له جرد كده سريع، علشان خاطر ان شاء الله ننزل نجيب مشتريات شهر 7. نجيب فرختين حلوين كده ولا حاجه، نجيب كيلو لحمه مفرومه كده. خلاص، اول حاجه ان شاء الله انا همسك كده رف كده، اعين الحاجات اللي فيه وايه، وانضف انضف الرف وارجع تاني الحاجه مكانها. شايفين دي بطاطس متقوره طبعا اهي، شايفين جمالها اللهم بارك، شايفين زي الفل الله اكبر عليها. دي البطاطس اللي انا كنت مفرزاها مع حضراتكم في الفيديوهات اللي قبل كده. خلاص، اللي هتقولي فين الفيديوهات دي يا ام يوسف؟ كانت في القناه اللي راحت الحمد لله يا رب. ان شاء الله نعمل برضو التفريزات دي الايام اللي جايه. البطاطس رخيصه جدا الايام دي، وهنعمل كل الحاجات دي حلوه. كنت عامله منها كذا طبق يعني، وحلوه جدا. دي بقى جبنه قريش، شايفين دي جبنه قريش. انا بجيب الجبنه على بعضها، بجيب كيلو او 2 كيلو، واجي حطها طبعا بقى مجمعه كده في اكياس. كل كيس احط فيه قطعه او قطعتين، هي بتبقى جايه قطع كده. خلاص، اطلع اخلص حته احطها في علبه تخلص، وارجع اعمل واحده تانية. ممكن كمان اعمل منها ايه، بعمل منها جبنه كريمي تحفه بامرك انت يا رب. ان شاء الله اعملها لكم. خلاص، ده حاجات ورق العنب والحاجات القمر دي اللي شايلينها لرمضان الجاي ان شاء الله. خلاص، دي ده العصيان بتاع ورق العنب اهي. ودي الباميه بتاعتنا اهي، شايفين اللهم بارك، عسل اهي. لسه هفرز تاني معاكم الباميه عشان كنت مفرزاها في الفيديوهات اللي قبل كده، بس يلا ان شاء الله نفرز تاني. ده ايه يا ام يوسف؟ دي سبانخ، لا دي خضره. استنوا كده اما اشوفها، انا مش متذكره. دي سبانخ، دي سبانخ اهي. دي حته سبانخ باقيه اهي من السبانخ اللي كنت مفرزاها. مفيش تاني سبانخ، لسه هشوف برضو هنا في ولا مفيش. وهنا ايه، دي باميه كمان، دي باميه اهي. خلاص، انا هلم كل حاجتي كده هنا، وهمسك رف اغسله غسله حلوه محترمه. تعالوا اوريكم بقى الورق العنب اللي انا مفرزاه عامل ازاي اهو. ده ورق هنا، ممكن تعملي هنا في الورق الكراريس النظيف ده ورقه بيضه كده، ممكن تعملي كده تفرزي فيه ورق العنب عادي جدا. لسه في ورق عنب، وقبل ما يمشي خالص من السوق ولا يغلى هاتيلك شويه وفرزيهم يا ستي، لو هتجيبي حتى 2 كيلو بس اهو. خلاص، كل التفريزات دي اللي عاملاها معاكم كلها، ما جبتش حاجه من بره. شوفي دي تفريزات اهي. ده كان كيس كبير خدت منه شويه، عملتهم طبختهم واتبقى دول بسله على جزره اهي، شايفين. خلينا في الرف اللي فوق الاول لما نخلصه اهي. كله ده ورق عنب اهو، شايفينه ما شاء الله اللهم بارك، عسل حلوه خالص. وعندي خبيزه اهي، شايفين دي شطه اهي هريسه كنت عاملاها وباقي حته. وفي هنا دي له عروق. ودي خبيزه اهي، شايفين الخبيزه دي بقى لها سنه ما شاء الله عندي، كنت عامله منها كميه محترمه. باقي هو عندي مش عارفه كيسين اهو، هنشوف فيه تحت تاني ولا لا اهو. خلاص حبايبي، طلع بقى كل الحاجات دي على السريع كده علشان خاطر ما تفكش منك. انت لما تيجي تعملي حاجه زي كده حاولي تطلعيها بسرعه علشان ما تفكش منك، تنضفي وتيجي رص حاجتك تاني. هطلع كله ده على طول وارجع لكم تاني. بصوا بقى هنا خلاص، انا عندي كل الحاجات اللي كانت فوق. شايفين بقى هنا معايا، انا هنا جايبه القماشه دي، انا عامله ميه فيها كلوريكس الوان بس مش اكتر من كده. انضف بس كده واعقم كده المنطقه عندي. انا كل شهر يا حبايبي بعمل الحركه دي، كل شهر امسك الفريزر بتاعي قبل الشهر ما يبدا، اجي ماسكاه الجرده اللي فيه واشوف ايه اللي ناقص عندي وايه اللي موجود وايه التفريزات اللي عندي علشان ان شاء الله اجيب غيرها. خلاص، وطبعا ما بننساش نجيب تفريزات لرمضان. اوعي تنسي اي موسم يطلع يخش معاكي الحاجات رمضان كمان، اوعي. يعني موسم الباميه اليومين دول، ورق العنب والفراوله، لسه في فراوله بس صراحه انا ما اعرفش بكام، انا ما نزلتش السوق من بدري. فبقالي انا حوالي اكتر من 15 يوم والله ما رحت السوق. انا كان عندي كل الخضار بتاعي اللهم بارك كان زي الفل. هنا خلاص انا مسحت ونضفت فوق خلاص اهو، وفوطه تانية نضيفه زي الفل اهي ناشفه جدا. هاجي ماشيه كده على الحاجات اللي انا مسحتها عشان تبقى معاكي نظيفه وزي الفل. انا هنا مش بحط الكيس بلاستيك تحت على الرف ده خالص. ليه؟ الرف ده عادي يعني ما مش مناسب، يعني مش ملاصق للفريزر. انا بحط بس في اللي تحت، وهوري لحضراتكم كل حاجه. امسحي كده تنضفي كل ده اهو، شايفه لو في اي بقعه كده ولا كده نضفي كده الفتحات دي اهو، شايفين
كان عندي مشكله في الفريزر الايام اللي فاتت، الحمد لله ربنا يعني الحمد لله صلح حالي، الحمد لله يا رب، الحمد لله الف حمد وشكر لك يا رب. والحاجات عندي ما جرالهاش حاجه، قعد حوالي 4-5 ساعات ما بيسقعش لوحده كده. فكان ايه، عشان كان الجو حر جدا في اليوم ده، وبتاع الصيانه قال لي لازم تبردي الموتور. فشرحت له يعني ايه اللي حاصل، قال لي لازم الموتور يبرد. قالوا رايحين فين انتوا، رايحين فين انتوا صاحيين عايزين تجري. فالمهم رحت فاتحه علبه الموتور من ورا، ومسكت طبعا بقى ميه ساقعه، وبدات ايه ابرد الموتور. شايفين اهو، تجيبي كده وتدخلي وتعمليها حته رفنعه وتنضفي كله ده. شايفين الحاجه طالعه معانا زي الفل، مفيش اي حاجه فيها. بتنهاجي ليه يا ام يوسف؟ انا كده الحمد لله، رغم ان انا مش تخينه مش تخينه خالص، بس الحمد لله انا بنهج كده، بس ليه الله اعلم. الحمد لله. هجيب بقى الفراوله القمر اللي انا مفرزاها دي بتاعه رمضان. شايفين اهي، دي بتاعه رمضان، مش همد ايدي عليها خالص خالص خالص. بعمل ايه؟ قلت لحضراتكم انا من كل نوع تفريز، يعني نوع فاكهه نوع خضار، انا بعمل منه كيسين 3، عشان انتوا حضراتكم شايفين الفريزر عندي صغنطوط جدا وما يسعش كميه كبيره. بتقعد معايا من رمضان لرمضان اللهم بارك، ما بيحصلهاش اي حاجه. اهو عامله 3 اكياس اللهم بارك يعملوا لي حبه عصير عسل. خلاص حبايبي، هاجي جايبه كمان ايه تاني، في اي عصاير. هنبص لو لقينا عصير هنا نطلعه فوق مع كويس. تعالوا هنا في فايت، الله اعظم العزه لله العظيم. هفصل وارجع لكم بعد الاذان حبايبي. لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. رجعنا تاني يا حبايبي بعد الاذان. شايفين بقى هنا كمان معانا دوت كان جوز هند. شايفين؟ فانا قلت طبعا الجو حار بدل ما يبوظ مني، رحت حطاه في الفريزر، مش بيجرى له اي حاجه. اي حاجه انت برضو عايزه تشيليها في الفريزر زي التوابل، لو انت عندك شويه بهارات خشنين يعني هم صحاح يعني كده، حطيهم جوه جوه كيس واربطيهم ورميهم في الفريزر، مش هيجرى لهم اي حاجه، بس يكونوا صحاح. اوعي تحطيهم بودره، علشان البودره ممكن ترجل منك في الفريزر. خلاص حبايبي. جبت ايه تاني يا ام يوسف؟ هنا جبت الورق العنب اللي هنا اهو. جبت ايه هنطلع ورق العنب اللي تحت ده هنحطه هنا. دي حاجه رمضان، الرف اللي فوق ده كله كده بامرك انت يا رب بتاع رمضان. خلاص اهو. ورق العنب بقى تعمليه على عدد الاسره بتاعتك. انت صاحي يا ورق العنب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت لازم تقع وتبدا واخد. الحمد لله. استنى بس امسحه بس، خلاص زي الفل اهو. ممكن تجيبي بتعملي الورقه اللفه دي على حسب عدد الاسره. انا بطلع منها 2 بس، انتوا عارفين رمضان ما بيبقاش عايز الاكل الكتير والمحاشي الكتير زياده عن اللزوم. بطلع الوجبه بوجبتها خلاص. يعني الفطار بتاع كل يوم هو ايه، يعني الوجبه بتاعت الفطار يوم، يعني ده وده كده يعمل لي حله حلوه محترمه، وجنبهم شويه لسان عصفور، وطبعا حته الفرخه وحته اللحمه او ما فيش خالص. كله رضا من عندك يا رب، كله الحمد لله بيعدي وبيمشي. بس طبعا انتوا عارفين خير رمضان كتير. كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب يعيدوا علينا وعليكم بالخير يا رب. عمري بقى بيتك من دلوقتي، ما تقوليش لسه بدري ولا لما نبقى نعيش. لا يا ستي، هنعيش ونبقى زي الفل ان شاء الله، ونبقى في فل وعشرة، وربنا يعمر بيكم كده في الخير يا رب. انت عمري بيتك والفريزر بتاعك، وسيبي بقى نعيش بقى او نموت دي على ربنا. المهم يبقى انت ايه، عملتي اللي عليكي، عمرتي بيتك لعيالك. خلاص ربنا يديكم من طول العمر والصحه يا رب، ويخلي لكم ولادكم، ويخليكم لاولادكم وحبايبكم. شايفين عندي كميه ورق عنب اللهم بارك محترمه. دي بقى شايلاها كلها رمضان، مش عارفه هي مش عايزه تقعد في مكانها. تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم. بقعدوا كده جنب بعض وساعوا بعض عشان انتوا اخوات بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اظبطكم بس كده، اصل دي صغننه شويه. تعالوا نحط واحده كبيره شويه عشان تظبط، ان هم كده زعلانين. انتوا كنت حاطاهم كلهم في كيس، بس قلت لا مش مشكله نخليهم. انا عادي انا ممكن اعمل كده اهو، عشان نوفر على نفسنا كل ده. اجي جايه هنا كده اهو. في متابعه حبيبتي قالت لي انت ممكن تحطيهم في علب. لا العلب انا عندي هتاخد مساحه كبيره، فصراحه ربنا انا ما حبيتش قصه العلب دي. فانا ايه الفريزر عندي زي ما حضراتكم شايفين كده صغنطوط كده ومش كبيره خالص. خلاص انا هرصهم كده كلهم جنب بعض، والعروق بتاعتهم دي بزقها هنا كده. يلا ساعوا بعض بقى وربنا يصلح حالكم. المهم بقى ايه، في كل اللي احنا بنعمله ده مش عايزين نسد الفتحات دي. الراجل قال لي برده بتاع الصيانه حاولي ما تسديش الفتحات دي عشان تدخل هواء للفريزر. ده الحاجات اللي كنا مفرزينها في عيد الاضحى، استخدمت واحده وباقي واحده ايه. خلاص تعالوا اوريكم كمان ايه تاني. اللهم صل على النبي. شوفوا دي عندي بقالهم سنه
واكتر يا ربي. انا مفرزاها من قبل رمضان بحوالي 4-5 شهور. دي في التفريزات رمضان اللي فات. شايفين ده ايه؟ ده بنجر. وقت ما بحتاج بطلع. الطماطم تعالوا اوريكم بقى بمناسبه الطماطم. شوفوا كنت في السوق من كام يوم، من حوالي اسبوعين 3 كده. انا بقالي دلوقتي حوالي 3 اسابيع ما نزلتش السوق، او اسبوعين مش فاكره. شايفين الكميه القمر دي؟ دي صلصه المصانع. كنت جايبه كميه طماطم، خدت منها اللي خدته اللي عملت منه اكل، والباقي ايه قلت لا تعالي بقى ايه انا امسكك اضربك ضربه حلوه واعملك صلصه زي بتاع المصانع. حطها في الفريزر ليه؟ عشان هنا تحت التلاجة العيال بيفتحوا كتير فيها، فممكن تبوظ فعلا وتعمل مني طبقه مش حلوه. لما احتاج هبقى اطلع كده بالسكينه، اقطع حته بالسكينه واحطها في، بتطلع زي الفل. دي صلصه المصانع عملتيها ازاي يا يوسف؟ هعملها لكم لما انزل بس اشوف الطماطم عملت ايه، حلوه ولا لسه مجنونه مش عارفه. انا كنت جايبه الطماطم دي بكام؟ كنت جايبه الكيلو ب10 جنيه بس. خلاص. عندك ايه تاني هنا؟ البسله. تعالوا عشان نحاول نخف المنطقه دي عشان ننضفها. البسله دي كنت مخزناها من قبل رمضان برضو في تفريزات رمضان 25. شايفه كميه البسله اللهم بارك عامله ازاي؟ بصي تطلعيها كانك لسه عاملاها فريش، حلوه حلاوه يا اولاد اللهم بارك عليها. خلاص خليها برضو ايه، احنا بنطبخ منها مش شايلها رمضان اللي جاي، لا انا دي بطبخ منها. وايه تاني يا بنتي يا ام يوسف؟ تعالي نخش نشوف رايحه فين. رايحه فين؟ دي شوربه، دي هوريكم دلوقتي بقت الشوربه. اخد بس كميه الحاجات اللي هنا واطلعها فوق. دي حته سبانخ تانية اهي، حته سبانخ اهي كنت خدت منها حته على قد الاكله ورحت رابطه الباقي ورحت ربطها حطها في الفريزر تاني على طول. ما بسيبهاش تفك، بطلع اقطم واخد على قدي وخلاص، وبعد كده بشيل الباقي على طول كله زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. ودي كمان دي شطه على فلفل الوان وفلفل اخضر كله على بعضه. الكيس ده على وجبه واحده احطه كده مره واحده، بطلعه برده وهو ساقع زي ما هو كده. بصي انا بعمل الحاجات دي ليه؟ بتوفر عليا وقت ومجهود وفلوس. ده ليمون يا حبايبي، ده ليمون كنت سالقه ليمون. ليمون ايه اللهم صل على النبي، ليمون مخلل. عملت تخليل ليمون ودمت اللي اتبقوا منه، وكان في عندي كام قشر رحت حطاهم فيهم كده اهو. وقت ما اكون عايزه اعمل محلول نقع لاي طيور بطلعه اهو. سهله جدا وبصوا بسيطه. ما بحتاجش ان انا اشتري حاجات من بره. وعايزه اقول لحضراتكم اليوم اللي انا بقى هطبخ فيه اكلي من الفريزر، باخد فلوس الاكله واحطها في الحصاله بتاعه رمضان. اعملي زي هتيجي على رمضان يكرمك ربنا كده، يبقى عندك الحصاله اتملت فلوس. رايحه فين انت؟ الحصاله اتملت فلوس وما شاء الله عندك كرتونه رمضان وخزين البيت وخزين الشهر وخزين رمضان كمان. اعملي حسابك كل ما بتجيبي خزين الشهر هاتي معاكي منه حاجات خزين لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. طريقتي اقسم بالله هتعمر بيتك وتخليكي من الهوا كده تبقى مش معاكي مش عاتله هم ان انت تجيبي فلوس منين. الخضره عشان قلت لكم الخضره هتغلى. انا عملت كام كيس خضره وبشتغل منهم، بس ايه كل ما بنزل برضو اجيب الخضره يا جماعه. عايزه اقول لكم انا بدات انزل السوق الاقيها غليت. الخضره بدات تغلى. دي كمان خضره شايفين اهي مطبقاها كده على بعض اهي. شايفين دي خضره، كله ده خضره. خلي كل الحاجات دي جنب منه التفريزات الرمضانيه، وجنب التاني ايه نستخدم منه طول الشهر. دي بقى ماسوره، دي ماسوره بتاعت العجل بقى والجاموسه معرفش ايا كان. خدت نصها خليته كسرها لي نصين. كنت جايباها ب50 جنيه، خليته كسرها لي نصين. خدت النص عملت بيها الشوربه القمر دي اهي. شايفين الشوربه دي اهي، حتى فيها قطع طماطم وبصل اهي. عملت منها الشوربه القمر دي. كل ما اجي اعمل طبخه اجي واخده بقى ايه كيس من الاكياس. اجي عايزه اعمل مكرونه اخد كيس اطش بيها بدل ما ايه ما اعمل بميه. رز نفس الكلام. لو عايزه اعمل اكل ارديحي النهارده هطلع الكيس واطلع شويه ملوخيه ناشفه من اللي انا شايلاهم عندي، واجي عامله حبه مكرونه وجنبهم بتنجان مخلل وهدمتم على كده. اللهم بارك الف انا وشفا بتبقى زي العسل. خلاص حبايبي اهو. رصي كده حاجتك بالراحه ومش هتتعبي نفسك باي شيء اهو. خلي الحاجات اللي بتحتاجيها من على الوش واللي مش محتاجاها قوي خليها من جوه. خلاص اهو. رتبي كده ودبري حياتك ومشي بيتك كده وخليكي ست ذكيه وبتفهمي وبتبقى عارفه ايه تدبري دنيتك. ده بتنجان يا حبايبي اهو. ده بتنجان مشوي برده كنت عاملاه مع حضراتكم. خدنا برده منه كام كيس واتبقى الكيس الصغنن ده نطلعه ان شاء الله نعمل بيه بابا غنوج. خلاص نطلع بقى الحبه اللي هنا دول. ده مين؟ دي خبيزه. تعرفيها ازاي يا ام يوسف؟ عشان انا ببقى عاملاها كميه صغننه كده. الكميه دي بتملى معايا حله حلوه صغنونه كده، بتبقى شوربه خبزه عسل اللهم بارك. هعمل ايه بقى؟ هاخد الحاجات دي كلها اطلعها. تعالوا اقول لكم قبل ما اطلع الحاجات دي انا عندي من العيد ايه ده. من العيد كان عندي كيس لحمه يعني الحمد لله طلعته امبارح وطبخت عليه للعيال. كانوا عايزين ياكلوا كده، قالوا لي يا ماما اعملي لنا حته لحمه حلوه كده من ايدك تسلم ليكي.
الله يسلمهم يا رب ويسلم قلوبكم وعينيكم وايديكم ويخليكم لحبايبكم. فقمت رحت مطلعه كيس اللحمه، كان ما يقارب مثلا الكيلو الا ربع الا حته مثلا يعني. انا بعمل العدد على عدد الاسره بتاعتي، كل واحده تعمل على عدد اسرتها، ما لازم تعملي المناب كبير قوي كده وتخلصي الكيلو في يوم واحد، لا ما تعمليش كده. حتى لو لحمه العيد ما تعمليش الكيلو مره واحده، اعملي الكيلو على نصين بحيث ان انت توفري وبرده بتبقى ماليه عين عيالك، ما يشوفوش الحاجات كتير قوي زياده عن اللزوم يبقوا طمعانين في الدنيا. ما تعمليش كده، العيل بيطلع عينه مليانه من اللي انت بتحطيه قدامه، عشان اللي هتحطيه قدامه هيرضى وياكله ان شاء الله بامر الله بالف انا وشفا على قلبه من غير ما يتبطر عليه. تعالوا بقى هنا، ده كان دهن كنت موصيه الراجل عليه قبل العيد، فصراحه ما جابوليش قبل العيد. كنت عايزه اعمل مع حضراتكم دهن تسيح الدهن، يعني احوله من سمنه من دهن لسمنه بلدي. ما حلفليش الحظ قبل العيد اعمله، فكنت موصيه. طبعا هنا عندنا الدهن لازم توصي الراجل عليه من قبلها بفتره، فصراحه جابولي بعد العيد بس انا كسلت اعمله، فقلت احتفظ بيه في الفريزر. هنا خدت منه جزء كنت قايله له عايز 3 كيلو، جزء هعمله دهن احوله لسمنه، والجزء ده ركنته كده اهو، غسلته وقطعته حتت اهو. ان شاء الله هعمله هفرمه مع لحمه، اجيب كيلو لحمه ان شاء الله بلدي عشان العيال ما بيرضوش عندي ياكلوا ابدا 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 اللحمه المتلجه. هجيب كيلو لحمه او كيلو ونص عشان ده كتير، هجيب حوالي كيلو ونص لحمه بلدي وافرمهم عليهم واعمل منهم بقى حواوشي، اعمل منهم كفته، اعمل منهم صواني طواجن، اي حاجه. خلاص حبايبي، بس ان شاء الله ربنا يكرمني الايام الجايه واعمله مع حضراتكم. خلاص دي كمان دي كانت شويه شوربه حتى تدينا باينه منها اهي، شايفين اهي دي شويه شوربه. خلاص نركنهم هنا، هنزل بقى الحاجات دي وارجع لكم. هنا بقى مسحت الجزء اللي تحت كله زي الفل زي ما حضراتكم شايفين كده، وهرجع احط حاجتي تاني زي الفل. شايفين بسم الله ما شاء الله كله زي الفل، مفيش اي حاجه فيه زي الفل اللهم بارك. خلاص وارجع احط بقى حاجتي، ارص حاجتي تاني زي ما حضراتكم كده شايفين. الباميه دي انا مش هستخدمها طبعا دلوقتي، انا هعملها رمضان اهي، هاجي احطها من جوه كده. دي هخليها من بره كده عشان هستخدمها الايام اللي جايه اهي. وكمان البتنجان القمر ده بتنجان رومي مشوي. هوريكم بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. دي بقى جبن، دي كلها جبنه قريش اهي، دي كلها جبنه قريش اهي. شايفين كل قطعه حطاها ايه مع لوحدها في كيس يعني. بخلص القطعه تحت اللي في التلاجة اجي واخده واحده غيرها مكانها على طول، اعملها على طول في العلبه، وبعد ما تخلص اللي في العلبه اجي حاطه غيرها. خلاص وهكذا. بشتري الكيلو بكام؟ بجيب الكيلو ب60 جنيه، بجيب كيلو على بعضه 2 كيلو على بعضه على حسب ما بلاقي عند الست اللي بجيب منها الحاجات دي. تعالوا بقى شوفوا دي الشوربه كمان اهي. الشوربه دي بتنفعني جدا، لا غنى عنها، لازم تكون عندي شوربه. دي حته دي انا ركناها على جنب عشان لو في يوم ما عنديش اي اكل اجي عامله حطاها يعني في وسط صينيه بطاطس من غير لحمه ولا فراخ. ايه يا ام يوسف بتعملي من غير لحمه في بطاطس؟ والله بنعملها، وممكن نعملها كمان من غير الدهن ده خالص. فبصوا شغلي دماغك كده وظبطي دنيتك، هتلاقي نفسك بقيتي برنسيسه وانت قاعده في بيتك معاك فلوس من الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نبص الحاجات بتاعتنا. القمر الحته الصغننه دي انا هحتاجها، ممكن احتاجها دلوقتي اعمل منها حبه اكل ولا حاجه اهي. اركنها هنا في الوش كده اهي. دي حته سبانخ كمان اهي، شوفوا كنت وريتكم فوق حته وكمان حته تانية اهي. انا بقى من العيد الكبير ما روقتش الفريزر صراحه، ما جيتش جنبه اصلا. خلي دول نعمل منهم شوربه خضار، حبه بسله على جزر، وعندي لقيت بنجر تاني اهو، في بنجر فوق وبنجر تاني اهو. خلاص حبايبي اهو، خليه ما بيخسرش. بتعملي بيه يا ام يوسف؟ نعمل منه عصير، نحط منه على الطماطم. بصوا الحاجات دي ما بتخسرش. كل ما يبقى عندك تفريزات في الفريزر انت مريحه دماغك، انت كده كده مشغله الفريزر. ما تقوليش بقى الكهرباء ومش الكهرباء، لا انت كده كده مشغله الفريزر. فبما انك انت مشغله الفريزر شغلي بقى دماغك واعملي حبه تفريزات حلوين كده ينفعوكي طول الشهر بين الوقفه والحيره وهتاكلوا ايه النهارده ونعمل ايه ولسه هنزل اشتري خضار والكلام ده كله. لا، هتوفري على نفسك كتير. الاقي الحاجه شبه اختها اجي احطها فوق بعض. ربنا ييسر الامر ان شاء الله، وانزل اشوف الباميه عامله ايه. ما شفتش اسعارها لسه، انزل اجيب كمان حوالي 2 كيلو تاني باميه عشان ناكل منهم حتى الايام دي. بصوا بقى حاجه حلوه ان شاء الله لو ربنا اراد ونزلت ولقيت الباميه رخيصه وجبت باميه، هطلع دي نطبخ منها الايام اللي جايه، واللي هجيبها جديد هفرزها لرمضان. لكن لو انا نزلت لقيت الباميه غاليه وما قدرتش اجيب، يبقى خلاص وكان بالسر عليهم دي كده كفايه رضا.
دي كده خلاص راحت من عن دماغي ان انا فرست ايه 3 اكياس 3 وجبات حلوين قوي رمضان. خلاص حبايبي. ولسه عندي خبيزه، والله عندي خبيزه كنت جايبه ساعتها الكيلو تقريبا كان بعامل 10 جنيه، كنت جايبه 2 كيلو. عايزه اقول لحضراتكم كل شويه نعمل الخبيزه من كتر ما هي كانت كتير عندي في الفريزر. والبطاطس دي قمر يا ولاد، قمر بجد. وبطاطس المقليه خلصت في ثواني، كده. اهو في كمان كيس الجزر ده برضو متفرز من السنه اللي فاتت. في جزر اليومين دول، بس انا عندي الحاجات دي متفرزه من السنه اللي فاتت. كنت جايبه كميه بسله، باخد شويه جزر على شويه بسله وهم جامدين كده مش بيحصل اي حاجه. النص التاني من الماسوره انا شايلاه ان شاء الله لما تخلص الشوربه دي اجي سلقه دي تاني مع شويه بصل وطماطم. وبصوا كميه كده خضار حلوه تعمل لي شوربه ممتازه. وبقى بفاجئ مفرزها بقى للاكل زي ما حضراتكم شايفين كده. ده يا حبايبي جرد الفريزر لشهر 7. وكنا عايزين نشوف الخير اللي سابوه لنا العيد الكبير. خلاص كنا قبل كده عملته عشان نشوف خير رمضان كان سايب لي ايه. النهارده بقى عشان نشوف خير العيد الكبير سايب لنا ايه. سايب لنا الخير كله اللهم بارك. ولسه كمان حاجات لرمضان. تعالوا كمان عندي لفتين جلاش اهم. كنت جايبه حوالي 5 أو 6 مش فاكره بالظبط. عملت اللي عملته والباقي زي ما هو باقي لفتين حلوين اللهم بارك. اوعي تحطي الجلاش اللي يفيض عندك اوعي تحطيه في التلاجة، لا اربطيه كده ربطه حلوه في الكيس كده اهو، في كيس وفي كيس ثاني، وتيجي حاطاه في الفريزر. هيفضل معاكي وقت ما تحتاجي تيجي مطلعه اللفه بلفتها وتيجي عاملاها بتبقى زي ما يكون لسه جايباها حالا طازه دلوقتي كده. ما فيش اي حاجه تاني. خلاص رصيت كل الرصه بتاعتنا اللهم بارك. شايفين الفريزر بقى شكله قمر ازاي؟ شايفين النظافه والجمال اهو، شايفين اهو. ايه رايكم؟ هجيب بقى الجنب التاني ده وامسحه وانضفه. شايفين الجنب التاني اهو. ده ليمون عندي اهو من الاول فرزته برده في رمضان اللي فات. الليمون ده كان عندي من تفريزات رمضان اللي فات. في كمان حته جبنه قريشه اهي بالشطه اهي، حته صغننه كانت فايضه. قلت بدل الخساره ما ترمي، انا ما برميش حاجه ابدا، انا لا يمكن ارمي حاجه. رحت حطاها في الكيس كده. حتى عيالي بيقولوا لي ايه الحته البتاع اللي في الثلاجه دي في الفريزر؟ قلت لهم دي حته جبنه قريش. قعدوا يضحكوا. انا ما برميش حاجه لله الحمد. دي بقى تتبيله حلوه قوي للمحاشي للسمك للبتنجان. دي واحده عملتها حطيتها في الفريزر والتانيه حطها في باب التلاجة من تحت. ما بيحصلهاش اي حاجه لو قعدت معاكي اكتر من شهرين في باب التلاجة، مش بيحصلها حاجه ان شاء الله. قولوا لي في الكومنتات لو عايزينها انزل لكم المقادير بتاعتها ان شاء الله واعملها في فيديو ان شاء الله نكلينا عرض. كمان ده توم مفروم. شايفين التوم اللهم بارك. كانت في متابعه حبيبتي كنت مفرزه توم من السنه اللي فاتت، كان باقي شويه صغيرين كده زي كده فاحمروا. فقالت لي وانا بفرز وانا بنضف يعني الفريزر، قالت لي يا بلاش يا ام يوسف مادام لونه غير ارميه. فسمعت كلامك يا قلبي ورحت عملت، مش ما رميتوش بقى صراحه عشان ما اكذبش. عملت بيه ايه؟ حطيته في ميه للفراخ الصغيره، بحطه كده في الميه يعني معقم للمعده، مش بيجرى لهم اي حاجه وبيبقوا زي الفل اللهم بارك. همسح بس دي مسحه حلوه وخلاص على كده، وهكون كده خلصت نظافه التلاجة لا الفريزر بس، التلاجة لا الفريزر بس. شايفين النظافه اللهم بارك بيبرق. كل سنه وانتم طيبين. هعمل بقى دي عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده وتزهقوا مني، وكده يبقى خلصت الفريزر بتاعنا في اقصر وقت. لو انا مش بصور كان زماني خلصته في ثواني، بس الحمد لله عشان التصوير بياخد وقت بقى مني وبفتح الكاميرا واقفل الكاميرا والكلام ده. يا رب الفيديو يعجبكم بقى. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، ودعوه حلوه اهم حاجه من قلبك ولك بالمثل. كل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.